أنشيلوتي يحلل فوز ريال مدريد الصعب على بلباو. عبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه الصعب على أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني. وكانت المباراة التي استضافها ملعب سانتياغو برنابيو قد شهدت هدفا وحيدا سجله فيدي فالفيردي في الدقيقة 93. وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: السيطرة دامت لنا أكثر في الشوط الأول، ولم نعاني من الضغط بالباو، ولكننا لم نصنع أي فرصة. وتابع: اللقاء كان جيدا، ولم تتلقى شباكنا أي هدف، وكنا شرسين ومتحدين، وهذا يمثل خبرا سارا لنا. دعونا نرى إن كنا سنواصل على هذا المنوال. وأكمل مدرب ريال مدريد حديثه بالقول: لدينا الوقت من أجل التحضير لنهائي كأس الملك الكلاسيكو. هذا الانتصار جيد لنا، وهو في اليوم 26 من شهر إبريل.